صباح الخير يا اخواتي، احلى صباح عليكم. الشرح النهارده على طريقه عمل رقم من دوله اذربيجان من برنامج صافي ام. وهخلي لك الكود يجي في اي وقت، مش في نص الساعه ولا الكلام ده، زي ما انا منزل في سكرينات في القناه امبارح. تمام. بس يا صاحبي انا عايزك تطبق معايا الشرح واحده واحده، عشان ما تجيش تقول لي ان الطريقه ما نفعتش. انا والله العظيم هفضل معاك واحده واحده لحد ما تطلع الرقم، واقول لك ايه المشاكل ممكن تواجهك وايه حلها. اول حاجه انت بتحتاج 3 حاجات: تطبيق واتساب الرسمي او واتساب الاعمال، او استنساخ الواتساب الرسمي اللي بيتعمل من التليفون ذات نفسه. تمام. انا بجيب لك الحاجه اللي انا جربتها واشتغلت. تمام يا حب. بص بقى، بعد كده برنامج صافي ام مش شرط. تمام، اديني بقول من دلوقتي مش شرط البرنامج اللي انا بستعمله، بس يعني بمعنى اصح احنا بنستعمل نسخ البرامج ديت من صافي ام عشان حاجتين. الحاجه الاولى ان في النسخ الرقم بيبقى ظاهر في الواجهيه، مش لازم تحول التليفون الانجليزي وكده، وبتسجيل الدخول بيبقى اسرع شويه. تمام تمام قوي. وثانيا كود تخمين، كود فك تخمين، بس لازم يبقى شغال، وهقول لك ازاي تعرف انه شغال ولا مش شغال في الشرح ان شاء الله. اول حاجه هنخش على تطبيق صافي ام. بالشكل ده زي ما انت شايفين بيقول لك تسجيل الدخول، الباسورد، دخول حساب جديد. تمام. انا مش هعمل حساب جديد. انت عايز تعمل ايه؟ انا مش هقول لك لا، بس انا لاختصار الفيديو انا معايا حسابات كتير قوي، هجرب واحد منهم. انت واحد لسه اول مره تشوف الفيديو ده وعايز تتعلم ازاي تعمل حساب، هتلاقي ان البرنامج موجود على قناه التليجرام، تحت البرنامج كلمه اسمها شرح تطبيق. تمام. هتدوس على الكلمه هتدخلك على فيديو مباشر على قناه اليوتيوب بيقول لك ازاي تستعمل التطبيق. ولو لقيت في الفيديو باسورد اللي هو ازاي تستعمل باسورد، مالكش دعوه بالباسورد، لان التطبيق اللي انا هكون سايبه لك ده مش هيبقى بباسورد. حلو الكلام. تمام. اول حاجه هتحط هنا الايميل وتدوس تسجيل الدخول. الواجهه دي احتمال تاخد معاك وقت، ممكن تقعد معاك 30 ثانيه، 40 ثانيه، دقيقه. لو طولت عن دقيقه بتجرب تخش للتطبيق في وقت تاني، معناها ان هو مش شغال. تمام. زي ما انتم شايفين انا فتح معايا اهو بالصوره، وده الرقم. تمام. بص ركز معايا يا صاحبي، شايف الكلمه الحمراء دي؟ هخليها لك تقلب تاريخ دلوقتي. ليه؟ لان الناس اللي عندها حسابات قديمه قوي قوي وعايزه ترجعها، اللي هي بتحفظ الحساب والكلام ده وعايزه ترجع الرقم، ما بتعرفش ازاي ترجعه. بص يا صاحبي، اول حاجه انت لو الرقم لسه عامله جديد مالكش دعوه بالخطوه اللي انا هعملها، لكن لو الرقم بتاعك قديم قوي وموجوده الكلمه ديت، بص هتعمل ايه؟ هتدوس على كلمه شراء. هتقول طب يا عم انا مش عايز اشتري، وانا بقول لك يا صاحبي مش هخليك تشتري، انا هخليك تجيب الرقم بالمجان. طب ازاي؟ هتدوس على اخر واحده تحت، هيخليك تتفرج على فيديو، هيمد عمر التطبيق، عمر الرقم يومين. انت كل اللي محتاجه ساعه واحده عشان تجيب الرقم، مش مهم بعد كده. وكل ما تحاول ترجع تخش تعمل الخطوه دي هتلاقيه اشتغل معاك عادي جدا. تمام. ركز يا صاحبي، الرقم اهو، الكلمه الحمراء اهي. ركز يا صاحبي عشان ما تقولش ان انا غيرت حاجه. هتخش كده، هتدوس على الكلمه دي، هتشوف اعلان. زي ما انتم شايفين دي الكلمه اللي ظهرت لي. هدوس رجوع، بس انا في الفيديو في المونتاج هقص جزء من الاعلان عشان وقت الفيديو. تمام. هتدوس دوسه واحده لورا. بص يا صاحبي، هيجي الكود لحد يوم 3/10. تمام، يعني معاك يومين اضافيات. تمام. نرجع للشرح بتاعنا. انت تاخد الرقم نسخ كوبي لحد كلمه لحد عندي كلمه 40، او عندي كلمه 4 حاجه، ممكن يبقى بعدها 4 2 4 4 4 3 كده. تمام. هتستنسخها. المهم اول 9 9 4 دي بتسيبها، لان ده كود الدوله مالناش دعوه بيه. تمام. هتخش على نسخه الواتساب. ثواني اعمل تسجيل برقم تاني. كود الدوله 994 وده الرقم. هتدوس التالي. اهو. لن تتمكن من ارسال رساله نصيه لهاتفك الرجاء التاكد من الرقم والمحاوله بعد ساعه. واهو. حد هيجي يقول لي طب انت قلت انك هتحل المشكله دي. تمام يا صاحبي، انا هحل لك الحوار ده دلوقتي. كل ده ملوش لازمه. تمام. هنحتاج ايه؟ تطبيق الجيميلات وكود فك تخمين. ليه؟ هتعرف دلوقتي. بص، اول حاجه انت تحتاج اي كود فك تخمين، بس بشرط يبقى شغال. تمام. هي الطريقه دي سكه ودغري، مش انا اللي اكتشفتها، ده حد اكتشفها والكود ده بتاعه. هتاخد الكود كله نسخ كده، وهتاخد الموضوع
وهتاخد دي كده الرساله. تمام. الهاكر العرباوي. تمام كده. هتروح على تطبيق الجيميلات، هفتح تطبيق الجيميل واجي لكم عشان بس بيبقى معلق. بص يا صاحبي، بعد ما تجيب الجيميل ركز معايا في الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي. بص يا اسطى، انت الطريقه دي لو استعملتها ونجحت معاك وباذن الله هتنجح. تمام. ما بينفعش تبعت للشركه فك تخمين من نفس الجيميل. بمعنى صح، يعني انا دلوقتي كنت الجيميل ده اتحرق، اقول لك لا، انت تجرب مثلا بالجيميل ده طلع نفعت معاك، هتستنى 3 4 ايام وترجع تجرب نفس الطريقه من الجيميل هو هتلاقيها اشتغلت. يعني ما يجيش حد يجرب الطريقه مره من الجيميل ويرجع بعدها بدقيقتين او 3 يجرب الطريقه تاني يجي يقول لي الطريقه بتاعتك نفعت ووقفت تاني. تمام. كل مره لمده يعني ايه، بتسيب ما بين المره والثانيه على نفس الجيميل 3 4 ايام. لكن لو معاك جيميلات كتيره زيي تقدر تعمل كل مره بجيميل. تمام. هتدوس على كلمه انشاء. اول حاجه هتحط فوق الجيميلات لما تاخدها نسخ، زي ما انت شايف الخمسه لزقوا مع بعض اهو. تمام. هتاخد الموضوع وهتاخد الرساله. بص هتخش عند الاربعه اربعه كده اهو. ركز معايا يا صاحبي، انت لما تاخد الرقم كوبي من التطبيق بيبقى معاك في فواصل. امسح الفواصل دي يا صاحبي لان الطريقه مش هتنجح لو في فاصل. تمام كده كل حاجه تمام، مفيش اي مشاكل. ادوس ارسال. بص بقى يا صاحبي، طب انا ما معيش الجيميل ده، ما معيش الكود ده وعايز اجرب كود تاني. هقول لك دلوقتي ايه الرساله لو جاتك اعرف ان الطريقه نفعت معاك بالكود ده، ما جاتلكش اعرف ان الكود ده فيستك مش شغال، وهجيب لك سكرين واثبات. تمام. ثواني بس انا مستني الرساله توصل لي، مش هتاخد وقت، بس ثواني. تمام. الرساله جت بعد حوالي دقيقه او دقيقه او نص. تمام. هي ممكن تجي لك اهو الرسالتين وصلوا. حلو قوي. بص بقى يا صاحبي، شايف الرساله دي انا ترجمتها لك اهو. انت بتدوس على الترجمه اللي فوق، ثواني، هي بتجيلك بالشكل ده، بتدوس على الترجمه ديت كده اهو ترجمها لك. اولا صلى على النبي، دي الرساله اللي احنا عايزينها. شكرا لتواصلك مع واتساب، لقد تلقينا فريق الدعم لدينا طلبك وسوف نتصل بك قريبا. دي الرساله اللي احنا عايزينها. دي الرساله اللي احنا عايزينها اهو. والرساله الثانيه نفس الكلام. تمام. كده الرقم هيشتغل معاك والكود ده شغال. جات لك الرساله دي الرقم كده بيبقى شغال. لو اي كود جربته ما جاتلكش الرساله ديت اعرف ان الكود بايظ، والرساله هيقول لك بعد ساعه بردك اللهم بلغت اللهم اشهد. تمام. طيب انا جربت ايه الرساله لو جات لي اعرف ان الكود مش شغال. ثواني. بص يا صاحبي، لو دي الرساله اللي جات لك ثواني اعربها لك. نأسف لوجودك مشاكل في تسجيل، يتم استخدام الرمز. يعني بص الكلام ده انا مش هقعد انت اقراه. بص الكلام ده لو جالك مالكش دعوه بيه، اعرف ان الكود اللي معاك ده مش شغال، او حاول تقلب لغه الكود للغه الروسي. يعني اكواد التخمين اللي بتفوق بنسبه 100% الاكواد الروسي. تمام. هنرجع احنا كنا فين؟ تمام. لكن الكود ده نجح. تمام. طيب انا جات لي ان انا خلاص جات لي الرساله ديت و100 100 وقال لي اتواصل بيك. اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك هتعمل ايه يا صاحبي. هترجع لتطبيق الواتساب اهو، هتدوس ارسال رساله. هيقول لك ايه، لقد حاولت التحقق من رقمك منذ قليل، الرجاء الانتظار 51 دقيقه او على حسب العدد اللي بيعد ده قبل المحاوله مره اخرى. تمام. هتستنى الوقت يخلص. تمام. اديني بقول تستنى الوقت ده يخلص وترجع تدوس على ارسال رساله نصيه، بس اتاكد قبلها ان انت فاتح البرنامج لانه ساعات ياخد معاك ايه وقت طويل في الفتح. تمام. وتدوس على ارسال رساله هتلاقيه بيقول لك دقيقه بدقيقه، وانا قسما بالله هجيب لكم الاثبات في الفيديو. تمام. استنى معايا لحد الاخر وارجع لكم تاني، بس الواحد وخمس، بس ال50 دقيقه تخلص. تمام. طب يا اخواتي انا رجعت لكم قبل ما الوقت يخلص اهو بحوالي 5 دقايق ونص. تمام. لازم اجهز كل حاجه عشان تطبيق سفي ام زي ما انا قلت في الاول ساعات رخم. هيفتح معايا التطبيق بس واجي لكم. تمام يا اخواتي، داخل على الدقيقتين بالوقت والتطبيق نفس الكلام اللي هو ايه ثابت على الواجهه دي. طيب انا لو واجهتني المشكله دي هتعمل ايه؟ لا ده فتح معايا معلش. طيب لو حد واجهته المشكله دي هيعمل ايه؟ صلي على النبي يا صاحبي. انت كده كده بتكون واخد الكلمه دي كوبي لان انت كنت بتعمل بيها الحساب وبتحطها هي كلمه السر. تمام. بتحذف بيانات التطبيق وترجع تسجل تسجيل دخول من الاول بالبيانات بيها. تمام. هتلاقيه اشتغل. لو تركزوا هنا ده الرقم وده الرقم. تمام. هو ما اتغيرش. تمام. لو تبص فوق ان انا بادئ الساعه 7 في تصوير الفيديو الساعه 7 وحاجه كده حاجه و50 وبالوقت الساعه 8 يعني يعتبر ساعه فضل 3 دقائق. بص يا صاحبي الرساله هتلاقيها جات لك هنا. تمام. الرساله هتيجي هنا، هي تاخد وقت برضه لما تيجي على حسب سرعه النت عندك. تمام.
زي ما انتم شايفين كده. انا مستني الوقت يخلص وهاجي لكم. طب يا اخواتي، يعتبر فضل 30 ثانيه او 35 بالظبط. بص يا صاحبي، هو اولا احتمال نسبه 5% ان الكود ما يجيش، تمام؟ بس الطريقه دي قسما بالله انا مجربها امبارح على 3 ارقام، و3 ارقام اشتغلوا معايا من دون اي مشاكل. يعني نسبه الخطا 1%. بس اللي انا اعرفه طالما جات لك الرساله الاولى دي هتلاقيه شغال معاك بكل سهوله، تمام؟ ممكن يقول لك النتيجه بعد دقيقتين والرساله فعلا تيجي، ممكن يقول لك النتيجه بعد 5 دقائق بس الرساله تيجي في نفس الوقت، تمام؟ بس باذن الله الحوار ده هينتهي بالوقت. اهو هجرب قدامكم، وجات لي رساله من فوق ان يمكنني طلب الكود الان. بدوس ارسال الكود. ثواني، بتدوس تاني. لا يمكنك المحاولة، قد حاولت التحقق من الكود منذ دقيقة. هنطلع على تطبيق صافي ام. تمام، بيحدث نفسه اهو. استنى على الوجهة دي بس لحد ما الرسالة تيجي. تمام، الرسالة وصلت قدامكم بالإثبات. هاخد الكود بس نسخ. 6299 اتأكد من الكود ثواني. 629 تمام. 927 927. في مشكلة لو جت بالوقت هوريك الحل بتاعها. تمام، المشكلة الحمد لله ما جاتش. طيب لحد ما البيانات تتفتح، بس المشكلة عبارة عن ايه؟ ان بيجي لك رساله لما تيجي تحط الكود بيقول لك حاول لاحقا خدمه واتساب متوقفه، وبيدخلك على كلمه فريق دعم، تمام؟ بتعمل ايه انت؟ بتدوس دوسه لورا، بتلاقي جنب الكود اللي انت كتبته بتلاقي سهم، تمام؟ بتدوس على السهم بيعمل تحميل تاني ويفتح الرقم معاك زي ما انتم شايفين اهو. انا بسجل قدامكم والساعه مش اول الساعه، انت لو تركز ان الساعه 9 الا، تمام؟ الا حوالي 6 دقائق او 5 دقائق، وكود جه عادي جدا. عند اول مره تستنى ساعه، بعد كده تاخد الرقم على كود تخمين على الجيميل وتعمل الحته ديت، تمام؟ انا معاكم واحده واحده لحد ما الرقم يفتح واوريكم بالاثبات. ثواني بس الخطوات دي تخلص واوريكم عشان اقطع الفيديو. تمام يا اخواتي، الرقم فتح اهو زي ما انتم شايفين. ثواني اهو الرقم بدون اي مشاكل ده اهو في الرساله. بص الرقمين نفس الرقمين، مفيش فرق ما بينهم، هم قسما بالله. والرساله اللي جت كل حاجه زي ما هي، تمام؟ ده الشرح اللي تستفاد منه. زي ما انتم شايفين كده ان انا معايا رقمين مش رقم واحد على نفس النسخه. طيب اقدر افتح الرقم ده على واتساب معدل. بص يا صاحبي، انت في الاول لازم تفتح واتساب رسمي للضمان، بعد كده تقدر تغير الرقم هتنقله على نسخه واتساب معدله عادي جدا، تمام؟ بس ملحوظه، هتلاقي على التليجرام فيديو هيقول لك ازاي تحط رقمك تربطه بالبريد بتاع التليفون اللي الرساله تجيلك على الجيميل. بس كده يا اخواتي، احلى صباح عليكم.